السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا بكم أصدقائي في كل مكان. هنتابع النهاردة آخر تطورات ملعب الرباط الجديد. في البداية بشكر أخي وصديقي قناة ماي كانتري بلادي على التصوير المميز والأكثر من رائع لتفاصيل الملعب، وقناة صرح الهندسة على الشرح. وقبل ما نبتدي ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد عن حصريات ملاعب بلدنا. تابعونا، تفاصيل الملعب مختلف كتير، ولكن النهاردة نركز على الجهتين الشمالية والجنوبية من الملعب، ونشوف الشكل الأقرب للي هيتم عمله في الفترة القادمة إن شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين إنه في استمرارية في عمل المدرجات الخاصة بالدور الثاني للجهتين الشمالية والجنوبية. تعالوا نركز كده على الجهة الشمالية من الملعب، وهنلاقي إنه تم عمل السقف الخاص به الدور الثاني. وهنا زي ما قلنا قبل كده إن البلاطة الخاصة بالأدوار مختلف تماما عن البلاطة الخاصة بالمدرجات. وأمام حضراتكم شكل تخيلي للمدرجات في الجهة الشمالية على ما هيكون عليه في القريب العاجل، ولكن هنلاحظ هنا إن النظام الإنشائي اللي بيتم عمله في الجهة الشمالية مختلف قليلا عن اللي تم عمله في المنطقة الجنوبية. هنا في المنطقة الشمالية الأعمدة دائرية رفيعة، وهنا المصمم يريد أن يعمل شكل قريب أو شكل تقريبي للجهة الجنوبية، ولكن بالتأكيد الأعمدة الرفيعة مش هتساعد أن يعمل كده. وهو هنا لجأ لنقطة أن يكون في شد عن طريق الكمر اللي هو أسفل البلاطة أو السقف اللي أمام حضراتكم اللي هو حامل البلاطة. وهنا نظام إنشائي اسمه الكوابيل، وهو متعارف عليه في كل ملاعب العالم أنه بيكون في بروز للمدرجات بدون حوامل في الأسفل، يعني بدون أعمدة. وده زي ما قلت نظام إنشائي متعارف عليه. علشان كده في الجهة الشمالية تم عمل بلاطة سقف في منتصف الدور، بخلاف اللي تم عمله في المنطقة الجنوبية بدون بلاطة سقف تقسم الارتفاع، لأنه عنده أعمدة ثقيلة يقدر يحمل عليها المدرج براحته. وفي اعتقادي الشخصي إن المنطقة الشمالية هيكون ليها مهام مختلفة عن المنطقة الجنوبية من الملعب، ولا كان مفيش أي مبرر للمصمم إنه يعمل اختلاف إنشائي في الأحمال للمنطقة الشمالية عن المنطقة الجنوبية. في اعتقادي الشخصي إن هيكون في وظائف أخرى من حيث الدخول والخروج للجمهور في المنطقتين. وأما عن المنطقة الغربية من الملعب المأسورة الرئيسية، ثم عمل أول سقف خلف المدرج الأرضي، وبيتعمل عن طريق فواصل، يعني بيتم صب الإسمنت وبعد كده يسيب فاصل، وبعد كده يتم صب الإسمنت اللي بعدها عن طريق شطرنج علشان يقدر يعمل الفواصل الإنشائية. وفي الأخير أصدقائي، أتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، وما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد عن حصريات ملاعب كرة القدم داخل المغرب. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are